مساء الخير عليكم والهنا والفرح ليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم كفته وتحتها بطاطس في الفرن بطعم وريحه ياخد العقل. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. لتتبيله الكفته بقى محتاجين نص كيلو كفته. الكفته دي عليها فرم، عليها ليه عشان تطعمها. بصلايه مبشوره، فرم ناعم، بقدونس، ملح، فلفل اسمر، بهارات 7. اهم حاجه بس البهارات ال7 تبقى من حته موثوق منها، عشان بتبقى انواع، في انواع بتبقى حلوه وفي انواع ولا اكنك حطيتي حاجه. اول حاجه هعملها محتاجاها، احط البصله بتاعتي وتوابلي والبقدونس، وابتدي افرم الكفته كده، المها مع البصل. اللحمه دي ناعمه، فرمها وشين، ممكن تتفرم وش واحد عادي مفيش مشكله. كده خلصنا، عملنا ايه الكفته بتاعتنا. عشان نعمل بقى صينيه البطاطس ونكملها محتاجين دي بطاطستين انا مقطعاهم طرنشات كده. حاولوا ما تقطعوهاش كبيره عشان ايه الكفته ما بتاخدش سوا كتير، زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ايه اصبع اللحمه بتاعتنا صوابع زي ما انتم عايزين، واشكلها فوق البطاطس. كميه البطاطس دي بقى اختياريه، يعني كل واحد على حسب افراد اسرته زي ما انتم شايفين كده. بعد ما صبعنا الكفته كده كلها، نبدا بقى نعمل الخليط اللي هنسقي بيه الكفته بالبطاطس بتاعتنا. دي 5 فصوص توم مدقوقين مع قرن فلفل، محتاجين معلقتين صلصه، نفس التوابل اللي حطيناها في الكفته هنحطها هنا، ملح، فلفل اسمر، بهارات 7. وهقلب الخليط مع بعضه، واحط عليهم كوبايه ميه. دي اضافه بقى، بس هي الكفته مش محتاجه، بس انا هحط ايه معلقه سمنه بلدي كده معاهم كمان، لان الكفته فيها ليا، فهتنزل كل الدهون دي على ايه، على البطاطس بتاعتنا. وابتدي بقى ايه اسقي صينيه البطاطس بتاعتنا كده بالخلطه دي، وعلى الفرن اغلف الصينيه بورق فويل وعلى الفرن. البطاطس استوت يبقى الكفته استوت. وده الشكل النهائي بعد ما طلعت من الفرن. انا بحب فيها اسيب شويه صوص كده تحت، لان احنا بنحطها بناكلها برز مش بعيش. لو بتحب تاكلوها بعيش ممكن تنشفيها شويه، وممكن تعملي فحمايه وتعمليها فيها، بتبقى ريحتها ايه خطيره خطيره بجد. ان شاء الله تعجبكم وبالف هنا.